العيش باللحمة على أصوله تكليم في اسكندرية ومن اسكندرية، ماليش دعوة بأي عيش تاني، بجد فعلا يكسب نمبر 1 عيش بلحمة بتاع اسكندرية. يلا بسرعة كده هنجهز الخلطة معانا. أولا أنا مش هعمل عجينة في البيت النهاردة، لأ أنا هنزل عند الفران وهعملها بالعيش الشامي. ركزي معايا في الوصفة. هنجيب بولة ونحط فيها كيلو لحمة مفرومة على حسب بقى الكمية. لو انت هتعملي أكتر من 10 ترغيفة هتحتاجي كيلو، اقل هتحتاجي نص كيلو. هبتدي ان انا اجيب نص كيلو لحمه مفرومه، وهجيب كيسين من بهارات الحواوشي. خلي بالك دي بتتباع في اي مكان تبع ماجي، اسمها خلطه الحواوشي. هجيب منها كيسين وانزل بيهم على اللحمه المفرومه، وابتدي ان انا اخلي اللحمه المفرومه اخلطهم كويس قوي قوي قوي، بحيث ان اللحمه تتنكه بنكهه البهارات بتاعه خلطه الحواوشي. واجيب بصلتين كبار، والبصلتين الكبار دول ابشرهم في الكبه، وابتدي اصفي منهم الميه، واخد البصل المبشور بعد ما صفيته اضيفه على اللحمه، واحط عليه معلقه فلفل اسمر. الفلفل الاسمر مع البصل يا جماعه بيبقى قنبله وهم. حطيت ايه انا بقى دلوقتي في الكبه؟ جبت بصل مبشور وفصين توم وقرن فلفل اخضر، ضربت كله مع بعضه وابتديت اطلع الميه منه، وحطيت على المكونات دي معلقه كبيره من الفلفل الاسمر والملح، ونزلت بيهم على اللحمه اللي اصلا هي متبله في خلطه الحواوشي. وابتدي ان انا اخلط 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 كويس. حضرتك عندك حزمه بقدونس، مهمه جدا الوصفه دي طبعا، ومهمه جدا البقدونس في الخلطه دي وفي الاكل ده. هجيب حزمه البقدونس واغسلها كويس واقطعها قطع صغيره قوي بحيث ما تبانش، وابتدي اخلط اللحمه. حضرتك هتجيبي معلقه سمنه فلاحي تحطيها على اللحمه، وهتجيبي الجبنه الموتزاريلا تحطيها على اللحمه. تمام. اخلط كل المكونات دي خلطه كويسه. لو عندك فلفل حراق هتنزلي بترنشات فلفل حراق هتحطيها على اللحمه، وتاخدي حضرتك الخلطه الرهيبه دي كلها وتكوريها قبل ما تنزلي من بيتك وتروحي للفران. تكوريها في صينيه وتروحي للفران، هتبصي تلاقي هتنزلي الفرن بتاع اي فرن جنب منك، وتبتدي ان انت تطلبي عدد الارغف اللي انت عايزاها، كام رغيف هتاخديه، وتبتدي تحطي كل كوره في الرغيف زي ما انت بتحطيها، وتبتدي تفرديها فرده كويسه، وتحطي عليها رغيف من فوق الوش، وتلفيه من الجوانب لفه كويسه. على فكره بقى، ولا اروع ولا اجمل من الحواوشي الاسكندراني. محدش يقول لي حواوشي لا بتاع القاهره، ولا انك تعملي عيش في البيت، ولا انك تجيبي عيش عادي خالص وتدخليه الفرن التاني مره. ده فشل فشل ذريع. اجمل حواوشي تعمليه تعصجي اللحمه، او مش تعصجيها، تجهزي خلطه اللحمه بتاعتك كويس وتنزلي بيها على الفرن تعمليها في العيش الشامي، بتلاقي ريحه قنبله يا جماعه. في ناس بقى بتحب تحط زيتون على اللحمه، انا ما بحبش احط زيتون، انا بهاراتي وخلطتي قلتها لكم. ده اجمد عيش بلحمه حواوشي ممكن تعمليه، بجد فعلا. جربت كل الوصفات والله يا جماعه، بجد ما عجبنيش ولا دخل مزاجي ولا شبعني ولا حسيت بالجوسي والجمال كله الا من خلال الوصفه دي. بيستوي بقى، هو بيسويه بطريقته وبيخليه طالع طري وجميل وحلو، واللحمه جوه منه في قلبه مستويه، حاجه كده زي ما الكتاب ما بيقول. وبتدفعي تمن العيش بتاعك اللي انت خدتيه منه وتمن السوا، تروحي بيتك تحطي اللي زياده عليكي في الفريزر، تستخدميه تاني يوم بعد ما تسخنيه في الميكرويف، وتاكلي منه اول يوم وبألف هنا وشفا على قلبك. بجد فعلا شويه حاجات مهمه جدا، تكات وحركات. عايزه الحواوشي يطلع تحفه، حطي فلفل اسمر على البصل وسيبيهم يتكمروا كده، بنقول عليهم يتكمروا حوالي ساعه. البصل على الفلفل الاسمر الاتنين بيروحوا كده في حته تانية خالص. كمان هتعملي الحواوشي ببهارات الحواوشي مع الموتزاريلا مع معلقه سمنه فلاحي، خلطه بقدونس، وكمان هتحطي فلفل اسمر، وهتحطي بصل مبشور وتوم مضروب برضو في الكبه مع قرن فلفل، بالاضافه للفلفل الترنشات اللي حضرتك بتحطيه. هي دي اللحمه بتاعتنا، هو ده خلطه الحواوشي. انا بقدم لكم الوصفات الجميله الممتازه. ما تنسيش الدعم واللايك والشير، وما تنسيش ان لينا قناه اسمها وصفات مبتكره مع نهى. اتمنى ان انتوا تشرفوني في القناه، واشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.